لو بقالك 6 شهور او سنة بتتمرن ولسه جسمك زي ما هو، فانا هقول لك بقى 3 اسباب ممكن يكونوا هما اللي موقفين التطور بتاعك. اول غلطة وانا نفسي كنت بعملها ان مفيش بروجريسيف اوفرلود. طب ايه البروجريسيف اوفرلود ده يا عم شناوي؟ البروجريسيف اوفرلود ده اللي هو التدريجية في الاوزان. اغلب الناس بتخش الجيم تعمل نفس الاوزان كل اسبوع، يعني مثلا كل مرة بتروح فيها الجيم بتلعب بنفس ريت الاوزان. طب جسمك هيفكر ان هو يكبر ليه؟ الجسم بيتأقلم بسرعة، ولو مفيش تحدي جديد سواء وزن اكتر او عدة زيادة او تكنيك احسن، العضلة مش هيكون عندها سبب ان هي تكبر. مش لازم تزود الوزن كل مرة، ولكن لازم يبقى فيه اي نوع من التطور. والسبب التاني ان اكلك مش مناسب لهدفك. بتكون فاكر ان مجرد ما هتتمرن فالعضلات هتكبر، لكن الحقيقة ان التمرين مجرد 10% من ال100% بتوعك و90% اكل. فالتطور الحقيقي بيحصل من الاكل. لو البروتين قليل او السعرات قليله، جسمك هيلاقي صعوبه في ان هو يبني عضلات. وافتكر ان انت مش محتاج تاكل كتير وخلاص، محتاج تاكل على قد احتياجك وبشكل منتظم. والسبب الثالث وده اهمهم وهو الريكفري او الاستشفاء. وانت بقى بتفتكر ان كل ما بتتمرن اكتر يبقى النتيجه هتكون اسرع، لكن العضله ما بتكبرش وانت بتتمرن او بتشيل حديد، هي بتكبر وانت نايم. لو نومك 4 أو 5 ساعات كل يوم، او بتمرن نفس العضله قبل ما تلحق تعمل الريكفري بتاعك، فانت كده بتعطل البروجرس بتاعك. ولو عايز تعرف السبب الحقيقي اللي موقف تطورك، اكتب لي في الكومنتات بقالك قد ايه بتتمرن، وانا هقول لك ايه اول حاجه تراجعها.